السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في الجمال دوت؟ حبة فتة ملوخية بقى مش هيعرفها الا بتوع الشرقية، حبة سلطة وفرخة كده بلدي محشية. بسم الله ما شاء الله، جميلة تحفة، حاجة كده اللهم بارك. اتفضلوا معايا، يلا نبدأ. بسم الله ونصلي على الرسول. شوف هنبقى كده ازاي. انا كده معايا فرخة، اللهم بارك اهو، بغسلها وانضفها من جوه. انا قعدت طبعا في المحلول بتاعي ليمون وخل ودقيق وحبه ملح وحبه سكر، ونقع شويه رز اهمت ليها. انا مش بحب اسوي الرز، انا بنقعه شويه وكده كده هيستوي في الفرخه. كده انا معايا الملوخيه قطفتها ونقعتها شويه بميه وبخل، وافضل اغسل فيها بقى كده زي ما انتم شايفين، مره واتنين وتلاته لحد ما تبقى زي الفل معايا، تبقى ميتها رايقه خالص ونضيفه. لازم الحاجات دي تتغسل كويس جدا. بصوا بقى كده، اللهم بارك. صلوا على الرسول كده واذكروا الله واحنا بنعمل حاجتنا عشان ربنا يبارك في اكلنا. بصوا بقى كده، ما شاء الله كده غسلتها كذا مره. لازم الميه تبقى معايا زي الفل ورايقه خالص عشان الحاجه تبقى نضيفه معايا، تبقى مطمن. انا كده غسلتها اهو، بس بقى كده ايه، كده معايا حله اهو. انزل بقى فيها بمكعب، انزل عليها بهارات شوربه. دي كده الشوربه بتاع الميه بتاعت الفرخه. كده ملح ابيض، احط ملح ابيض، احط طبعا البصل متقطع زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك. دي فتة ملوخية بقى، حاجة كده تحفة وجميلة، أكلة الصيف عندنا في الشرقية. تابعوني بقى لآخر الفيديو كده نشوف احنا هنعمل ايه مع بعضنا. انا كده حطيت بهارات شوربة وحطيت لورا وحطيت طبعا بصل وسبت المية طبعا تغلي. دي كده بقى الحشو بتاع الفراخ. انا زي ما بقول لكم ما بحبش اسوي الرز ده نص سوا، لا انا بنقعه شويه وايه، وهو كده 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 اصلا بيستوي في الفراخ، لان الفراخ دي اصلا بلدي فهتاخد سوا شويه. طبعا انا كده حطيت الرز وفرمت بصلتين عليهم، انزل بقى عليهم بالسمنه، ملح، فلفل، البهارات بتاعتي كلها، خلطه شوربه برضك. وانزل بالكلام ده كله كده على بعضيه واقلبه بقى كده. كده حطيت حاجتي كلها، اللهم بارك. البهارات دي بتدي طعم بقى تحفه في الحشو بتاع الفراخ، بجد حقيقي بتبقى جميله جدا. افضل بقى اقلب كده الكلام ده كله في بعضه كده اهو، زي ما انتم شايفين. طبعا انا الفرخه نقعاها وغسلاها زي الفل ومصفيوها. بصوا بقى كده ابدا احشي بقى الفرخه اهو زي ما انتم شايفين. بورقها طبعا زي الحمام، بحشيها من جوه، بحشيها من بين الجلد، وبحشي الزور بتاعها. هو بسم الله ما شاء الله، تحس انها ديك رومي كده مش فرخه. دي الحاجه بتاعتها كده اهو، كمان غسلاها زي الفل اهو، وحشيتها كده وخلصتها زي ما انتم شايفين. انا كده حطيت جزر في الشوربه، قرن فلفل، حطي طماطميه عشان لما اعمل فتة الملوخيه تبقى الحاجه بتاعتها كلها موجوده في قلبيها. مش لازم يعني اعمل لها كمره لوحديها، لا انا مش بحبها بكمره كده عشان متبقاش تقيله. انا بحط حاجتها كلها في قلب الشوربه، ولما باجي اعمل الملوخيه بصفيها. انا كده بقطع بقى خرط الملوخيه زي ما انتم شايفين كده. بعد ما نشفت حطيتها في صينيه كده وبخرطها كده وانا واقفه قبل الشوربه ما تغلي. كده انا سقطت الفرخه اهو، الحوايج بتاعتها، اللهم بارك. كده انا خلصت الفرخه اهي، هطلعها بقى من الشوربه وهو احطها كده اصفيها. جربوا الاكله دي جميله وهتعجبكم جدا. حط كده عليها ملح وفلفل، ما شاء الله. بصوا الفرخه عامله ازاي. كده بقى ايه، انا خدت الشوربه اهو بصفيها في الحله اللي انا هعمل فيها الملوخيه. لازم تبقى الشوربه رايقه معايا بقى كده
وصفيت كل اللي فيها دي. الحاجات دي كلها بتدي طعم للشوربه جميل، وفيها حاجتها كلها. اعمل بقى شويه الرز بالمره الاول عبال الشوربه ما تغلي معايا، واسقط الملوخيه. طبعا الرز عادي جدا، رز بشعريه مش رز ابيض، هي بتحب الرز بشعريه. طبعا انتوا كلكم كده عارفين طريقه عمايل الرز، بس برضك ايه بعمل الاكله ايه كامله متكامله كده معاكم. كده حطيت الرز بقى كده اشوح فيه، وحطيت الملح اشوح فيه شويه، وانزل فيه كده بقى ايه بالميه السخنه. انا بحب اغلي ميه كده للرز عشان تبقى حاجتي ايه جاهزه حواليا. زي ما انتوا شايفين كده اخلص بقى الرز كده. كده الفرخه اهي خلصت اهي، حمرتها. احمرها في الطاسه عادي، مش لازم احطها في الفرن، بحمرها من فوق بتبقى جميله. بصوا زي ما انتوا شايفين كده الجميل كده، الشوربه غليت معايا اهوت، والرز كده خلص اهو، ووطيت عليه، كله شغال كده معايا زي الفل. تعالوا بقى كده نشوف التكات اللي انا هحطها في الشوربه دي هتخلي الملوخيه تحفه. انا كده حطيت نص معلقه توم في الشوربه وهي بتغلي، دي حبه كربوناتو علشان ما تخليش الملوخيه تسود. كل حاجه هحطها هقول لكم بحطها ليه. حبه كزبره، طبعا الكزبره بتدي تست عالي جدا للملوخيه، بتخليها تحفه بجد. حبه سكر صغننين خالص، ما تخليش الملوخيه بتقطع مني، بتخلي ليها عرق كده جميل. والكربوناتو ده لو الملوخيه قعدت شويه ما بتخليهاش تسود، بتخليها خضره زي ما هي كده. انزل بالملوخيه بقلبها بمضرب سلك، مش بقلبها بالمعلقه، بالمضرب السلك عشان تفك مني كده وتبقى حلوه، ما تبقاش مكلكعه، او في حاجه مثلا تبقى حته مثلا مكلكعه ولا حاجه. بصوا عامله ازاي، بصوا خضره ازاي، ما شاء الله جميله، وريحتها تحفه من الكزبره اللي حاطينها. طبعا دي معايا التومه، معلقه سمنه وحته تومه، وحطيت عليهم حبه كزبره برضك، وبقلبهم برضك بنفس المضرب برضك. شايفين الملوخيه عامله ازاي، طعمها اقسم بالله تحفه، حاجه كده عسل. انا كده حمرت الشعريه اهو، اللي حمرت التومه معايا، حطيت الكزبره، افضل اقلب بقى كده تحمر معايا. بصوا بقى لون التومه عامله ازاي، اللهم بارك، ريحه تحفه جنان بجد والله جميله، وريحتها حلوه قوي. بصوا كل حاجه شغاله معايا كده زي الفل. بصوا سمي بقى على الرسول، مش لازم بقى نشهق، لا هنسمي على الرسول كده ونسمي الله، يبقى الاكل زي السكر، مش لازم يعني الشهقه ديت. بصوا بقى جمال، بصوا لون الملوخيه عامل ازاي، بجد حقيقي جميله، اللهم بارك. بصوا لونها عامل ازاي، جميله ومش قطعه، ولها عرق ما شاء الله جميل كده. طبعا مش هخليها تغلي او زياده عن اللزوم. بصوا العرق بتاعها عامل ازاي، مش قطعه ولا مسقطه في الحله من تحت. انزل بقى كده بالعيش، انا قطعته في الصينيه، وهنزل كده بالملوخيه زي الفته بالخل والثوم، بس بدل الشوربه ملوخيه. بصوا بقى الجمال، دي بتحب العيش طري بايت، مش طازه ومش محمص، ده يكون عيش بايت. طبعا بنزل بقى بالملوخيه بقى كده واشربها، هنزل بقى عليها كده بالرز. حاجه كده جميله، اكله جميله بجد حقيقه. بصوا بقى كده حبه رز بقى جمال ومفلفلين، مش معجن ولا حاجه. بصوا بقى الجمال، ايه رايكم في الجمال ده بقى؟ اتفضلوا معانا. ده كان فيديو جديد، فيديو بسيط نازل من مطبخ ام محمد، انتظرونا فيديوهات جديده. سلام.